المشكلة مش فيهم، المشكلة ان انت اللي عودتهم. الحكاية كلها باختصار في كلمة واحدة، انك عودتهم ان مهما يحصل ما بتزعلش، فبقوا ما يراعوش في احساسك ولا يحسبوا لمشاعرك حساب، وكأنك ما بتحسش. عودتهم انك تسكت وتعدي طول الوقت، فتمادوا في كلامهم وافعالهم، وبقوا بيجوا عليك اكتر من غير خوف ولا اعتبار. عودتهم تريحهم حتى لو على حساب روحك، فما بقاش فارق معاهم راحتك من تعبك. عودتهم توافق وتطاوع في كل حاجة، فبقى بالنسبة لهم ده حق مكتسب، مش ذوق ولا تقدير. عودتهم ترضى بأي حاجة، فاستسهلوا وجودك وما بقوش يتعبوا ولا يتعبوا نفسهم علشانك في أي حاجة، حتى لو كانت بسيطة وممكن الحاجة دي تفرحك. عشان كده أوقات كتير الغلط الأكبر مش على قد اللي بياخد كتير ولا اللي مش مقدر، على اللي أثر في حق نفسه وفرط فيه. عودهم يدي كتير من غير حساب، هي دي أكبر غلطة الإنسان يغلطها في حق روحه.